السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم. طبعا لقاء لعشاق الأهلي والزمالك كله بيتابعوه. بيتكلم محمد فارس على صفحته مذيع قناة الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر. آخر لقاء ليه مع كابتن شوبير بيقول بعد ماتش بيراميدز قلت مع كابتن شوبير إن الماتش ده لازم نبني عليه، وأنا متفائل جدا باللي جاي، وإن اللاعب السوبر بيفرق مع كولر، وإننا هنروح لحتة مختلفة مع امتلاك كولر لأدوات أفضل ولعيبة في كل المراكز. 4 مباريات فوز متتالي في الدوري وبتأثير واضح للاعب زي جراديشيار، فرق جدا مع كولر زي ما قبل كده فرق معاه وسام، وزي ما إمام كولر بيستغله بشكل مثالي دلوقتي. كمان قدرنا نوصل لحالة هجومية مميزة الماتش اللي فات. امام سجل والشحات سجل ومروان سجل واحمد رضا سجل وجراديشيار اتسبب في ركله جزاء، ومحمد عبد الله صنع هدف. يعني الستة اللي بيشكلوا الوسط والهجوم كان لهم مساهمات مباشرة في الأهداف، ودي حالة مهمة جدا إن الفريق يوصل لها. ماتش بيراميدز هو المقدمة بتاعت ماتش الزمالك. ماتش الزمالك هو أهم خطوة لكولر من بعد ماتش بيراميدز، لازم نعديها. كولر مدرب بيحب أدوات كتير معاه تكون جاهزة، وده حاصل دلوقتي. عشان كده مهم نستغل ده. كولر قافل على الفريق بحالة تركيز كبيرة جدا، فمهم جدا يبدأ بتشكيل صح وتحضير نفسي صح. وقتها نشوف ماتش كبير من الأهلي والنتيجة كبيرة كالعادة على الغريم التقليدي الزمالك. ده ماتش التفاصيل يا كولر، وكلنا ثقة فيك وفي فريقك. بيعلق أيضا على موضوع اختيار التيشيرت بتاع الزمالك، وانه ما بيختارش اللون الابيض عشان ما بيتفائلش بيه. لون تيشيرت اي فريق جزء من هويته اللي بيحاول يحافظ عليها. لون تيشيرتك او تيشيرت فريقك ده اللي ارتبط بخيال الجمهور عنك وذكرياتهم معاك. فرق ومنتخبات اتعرفت هويتها بلون تيشيرتها زي الميلان والريال وليفربول ومانشستر يونايتد والسيتي دلوقتي. تخيل يبقى متاح لك في اهم ماتش في الموسم تلعب بتيشيرتك الاساسي بلونه اللي ميزك، وانت تفرط في ده عشان مؤمن بخزعبلات وخرافات. الفرق الكبيرة طول الوقت بتفكر بشكل يليق بقيمتها وتاريخها، وعشان كده يفضل الهتاف لنجوم الاهلي جيل ورا جيل يا ابو فانيلا حمرا حرير.